باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنكمل مع بعض النهاردة الدراسة اللي كنا ابتديناها قبل كده، كانت تختص بمراحل تأهيل الإنسان كي يشترك في طبيعة الله. خدناها من وجهة نظر الآية: الذي نقلنا من سلطان الظلمة وأهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. كلام أهلنا فيها تأهيل، يعني احنا في مراحل بنعدي عليها، في كل مرحلة أنت تتأهل. يعني لو ناخد بالنا بيسموا الشهادات هي المؤهل الدراسي، يعني مجرد ما واحد يطلع شهادة أنه هو درس هندسة يبقى تأهل 5 سنين في كلية الهندسة أنه يمارس عمله كمهندس. لو طلع شهادة أنه هو طبيب تأهل 7 سنين أنه يقدر يعالج الناس. عشان تدخل في شركة ميراث القديسين في النور أنت تتأهل، واللي يقوم بعملية التأهيل ده هو ربنا بنفسه. فلما تطلع فوق في السماء نبقى مؤهلين لشركة ميراث القديسين في النور. احنا بالطبيعة ما كناش مؤهلين، أو زي ما قال القديس بولس الرسول: كنتم أولاد الغضب كالباقين أيضا. لكن مراحم ربنا جت ضمتنا للكنيسة، وفي الكنيسة اللي هي شركة المؤمنين، الجماعة التي مس الله قلبها، الناس اللي فعلا نالوا إيمان بربنا يسوع المسيح، تتم عملية التأهيل دي. التأهيل ده بيتم على 4 مراحل. أول مرحلة هي التطهير، والتطهير كانت تعني تماما نزع جذور الشر من جوه الإنسان، مش تطهير خارجي إن أنا في حاجة أنا بعملها وهبطلها، لكن لما أستفز بالزيادة، لما أستثار بزيادة هتطلع تاني. لا، قال عليها القديس بطرس: لا إزالة وسخ الجسد، مش مسألة تطهير من خطايا خارجية، مال إيه؟ تطهير في الأعماق، سؤال ضمير صالح عن الله، تدينا قلوب صادقة. يجي الواحد في يوم يعني يبقى حد استفزه قوي وهيغضب ويتنرفز، نفسه مش قادر لا يغضب ولا يتنرفز. ايه ده؟ اصل تم تطهير من المنطقة دي لما أخذ طول أنا، لما أخذ وداعة، لما أخذ صلاح. أول مرحلة ربنا بيقوم بها التطهير معانا، ودي أخذنا فيها 4 مرات. يعني اللي محتاج يرجع لهم موجودين في سلسلة تأهيل القديسين. تاني مرحلة هي التقديس، وزي ما قلت لكم في البداية كانت القداسة هي سور الحماية للتطهير. ليه؟ منع الإنسان من أنه هو يتدنس من جديد. التطهير كان فيه نوع من الاغتسال بكلمة الله، لكن التقديس فيه قوة حماية من ان هذا التطهير يوما ما يرجع يرتد تاني. فالناس اللي نالوا تطهير وما كملوش تأهيل في القداسة نجدهم بيرجعوا من جديد للمناطق تسابوها وزي ما بيقولوا كده، يعني مثل كلب يعود إلى قيئه ومثل خنزيرة تعود إلى مراغة الحمأة، وده كلام ما نحبش نقول. طيب، ما هي القداسة؟ القداسة هي عبارة عن طبيعة إلهية تختص بالله فقط وحده، هو القدوس. أنا مش قدوس، أنا ممكن أبقى قديس. ليه؟ لأن قداستي مستمدة من القدوس الأوحد، من منبع القداسة اللي هو ربنا. عمل إيه عشان يقدسنا؟ راح مدينا الروح القدس، شاء فولدنا بكلمة قدرته نكون
بكورة من خلائقه فأدانا الروح القدس. الروح القدس ده بيعمل جوايا وجواك منذ المعمودية. بيعمل الروح القدس؟ بيغيرنا إليه، يأخذ مما لي ويعطينا. والحقيقة خلال كلمة النهاردة هشير لنقط كتيرة. أنا عارف إن المناسبات الكتيرة اللي عدينا عليها يعني خلتنا نفصل في المشروع ده، في الموضوع ده، لكن هحاول ألم لكم الأمر. تعالوا في البداية كده نقرأ من رسالة العبرانيين في عدد 7 لصح 12. بيقول: إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بنون. أنتم مش ولاد ربنا. النغل هو الابن اللي ملوش أصل، أب معلوم. لا مش تبقوا ولاد ربنا. إيه ده؟ إزاي ده؟ أنت ما خضعتش للتأديب الإلهي. أول ما إحنا بنسمع كلمة تأديب بنكش، بس هتشوف الموضوع مش كده خالص، مش زي اللي في بالك. بيقول: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ فبيجيب لك مفارقة إن إحنا كان لينا آباء جسديين أدبونا وكنا بنخضع ليهم، وكان التأديب بياخد أشكال كتيرة أوي أوي أوي، من جهة مستوى التعليم، من جهة مستوى الأخلاق، من جهة المستوى الاجتماعي. يعني التأديب أخد أشكال كتيرة جدا جدا. وبقدر خضوعنا لتأديب أبائنا وأمهاتنا قد ما قدرنا نحقق نتائج جيدة. فبيقول إيه بقى؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، كل بحسب وجهة نظره. يعني إيه؟ أنا مثلا بخدم في قرى، ما يكون واحد فلاح وعنده أرض وبيشتغل فيها، هو نفسه ابنه ياخد الشهادة الكبيرة اللي هي إيه؟ دبلوم الزراعة. ليه؟ هو شايف معاون الزراعة والمشرف الزراعي وفي الإصلاح الزراعي، نزل كلهم بالنسبة له كده نفسه يلاقي ابنه واحد منهم. بينما هنا في المدينة ما يكون دكتور صيدلي عايز يطلع ابنه صيدلي زيه. ليه؟ ما هو الصيدلية دي رأس مال، ده مشروع العمر. مين يمسكها بعد مني؟ يعني هنجيب مين؟ ما هو لازم يكون فقه. والطبيب ايه ده كل واحد حسب استحسانه، كل واحد حسب استحسانه. طيب إذا كان آباء أجسادنا أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا أي الله ماله؟ فلأجل المنفعة. ليه؟ لكي نشترك في قداسته. هنا يبتدي الموضوع ياخد أهميته، أن هناك عمل إلهي يتم فيا من خلاله أقدر أشترك في قداسة الله. يا نهار أبيض! أيوة، كلام الكتاب بيقول كده. ونرجع دايما للكلمة الأولانية: إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه أنتم نغول لا بنون. إذا ربنا ما يتعامل مع إنسان نتيجة تعاملاته أن الإنسان ده يشترك في قداسته. وما هي القداسة؟ هي الحضور الإلهي الذي يعلن كل بر الله. طيب أنت كده خوفتنا. احنا فاكرين تأديب أبائنا كان يجتمع على قوانين عقوبات، يعني ممكن ماذا وإلا، إن نجحت أجيب لك وإن ما نجحتش أعمل فيك، إن كنت كويس وإن ما كنتش كويس في حاجة. إيه ده؟ ده قوانين أبائنا الجسديين.
امال التأديب الإلهي ده شكله ايه؟ التأديب الإلهي ايه هو التأديب اللي جعلني اشترك في قداسة الآب؟ ايه ده؟ انت اول ما تقول الكلمة دي تجد عينيك اتفتحت ونفسك عايزة تستنشق كده مجال من الروح الجامد قوي قوي قوي. انا اشترك في قداسة ربنا، اسمه قدوس، معه ما فيش حد تاني، بس ربنا عايزك تشترك في هذه القداسة. طب ايه هو التأديب ده يا رب؟ يبقى كان لازم يكون عندنا أشواق. بص يا رب، الهدف عالي قوي، ومهما كان نوع التعاملات يا رب، أنا إذا كانت في الآخر تخليني أشترك في قداستك. احنا بنشوف ناس يبقى معاهم بكالوريوس وعني يخش في شهادة مش عارف اسمها NBA ولا اسمها ايه، ولا يقوم يطحنوا ويذاكروا ويمتحنوا، بس ده مؤهل أعلى من البكالوريوس. بتشقى ده كله ليه؟ قال ده هيعمل ارتقاء وظيفة، يخش بدرجات معينة. تلاقي ناس بتدور على الماجستير وناس بتدور على الدكتوراه. طب ما انتم معاكم مؤهلات. لا، احنا عايزين نوصل للقمة. النهاردة القمة هي قداسة الله. انت تحب تشترك في قداسة الله. أكيد أنت تحب تشترك في قداسة الله. شكله إيه النوع ده؟ بيقول في عدد 11: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. في الزمان الحاضر التأديبات مش مفرحة. ده لا، ما انتش خارج، لا هتنام بدري، لا هتصحى بدري، لا هتذاكر عشان تجيب كذا وتخش كذا، لا تحضر الدرس، لا تاخد الكورس، لا تعمل. فتجد حاجات بتحد حرية الولد او البنت، بس ابوه في الاخر يقول لك انا عايز اعمل منه حاجة، انا عايز اطلع من ولادي حاجة، يبقى معاهم لغة، معاهم دراسات، مدارس انترناشنال، عايز ادخلهم جامعات تبقى يقدروا يروحوا جامعات. انا عايز اعمل حاجه مع اولادي، ويبانوا ان هم اقل تمتعا بالحريه من اولاد تانيين منوعين في النادي ليل نهار بيلعبوا ويتبسطوا ويعملوا، ودول اللي قاعدين يذاكروا ويطحنوا ويطلعوا من امتحان يخشوا امتحان ويخشوا من كورس يخشوا كورس. لا يرى انه للفرح. مش باين ان التأديب الالهي ده يعني. ولكن أخيرا يعطي الذين يتدربون به إيه؟ ثمر بر للسلام. يجي واحد يخش في جامعة كده يقف يدي محاضرة عظيمة جدا جدا، ويلاقي ناس من اللي حاضرين: ايه ده فلان بقى معيد علينا، ده اللي كان معانا كذا، ده احنا. ايوه، كل حاجة ليها تمن. انت لعبت وسقطت وعمال تعيد، وده اجتهد ونجح وجه النهارده بقى. احنا شفنا دي في الكليات. ففي فرق كبير قوي ما بين حياة فيها الميوعة وفيها يعني نوع السبهللة، والحياة فيها التزام. أخيرا يعطي الذين يتدربون به. الذين ايه؟ يتدربون. مش المشكلة ان يكون في تأديب، مشكلة انك تكون بتتدرب بهذا التأديب فيعطيك ثمر بر للسلام. وكلمة بر دي من الكلمات اللي هي الواسعة جدا، طبعا لسه هندرسها لأن بعد التقديس التبرير. بس أحب أقول لكم كلمة بر تعني كل الصفات الحلوة اللي في ربنا، من حنان ورأفة ورحمة وكرم وعطاء وسخاء وطيبة، كل ما تتخيل اسمه البر. يعطيك ثمر بر تتمتع فيه بالسلام. طب والآخرين؟ لا سلام قال الله للأشرار. إذن في مرحلة من حياة أنت بتبذل فيها مجهود، لكنك بتوصل لمستوى معين بتبقى فيه مؤهلات إلهية وتخليه لها مؤشرات على شخصيتك وعلى طبيعتك. البني آدم ده ماشي في تدبير قوي. بني آدم ده بيبذل مجهودات غير عادية
في ترتيبات جامدة قوي. وبعدين بني آدم ده عدى خلاص. ايه ده؟ عدى أخيرا يعطي الذين يتدربون به ثمر بر يجعلهم يتمتعوا بالسلام. بما ان كده عايزكم تشجعوا الناس، قوموا الايادي المسترخيه والركب المخلعه. الناس اللي ابتدوا يخوروا في وسط الطريق شددوهم، بقول لهم خلاص قربنا. قولوا لهم خلاص هنعدي، فاضل احنا خلصنا كذا، فاضل لنا كذا. ايه ده؟ تشدد اي انسان دخل في التدبير او التدريب وما قدرش يكمل، ضعف، هيقع. شددوهم. بيقول واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمه لكي لا يعتسف الاعرج بل بالحري يشفى. تبعوا السلام مع الجميع والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. القداسة التي بدونها ايه؟ امال يرى ايه؟ لما ما تشوفش الرب، لما تطلع فوق كده وتلاقي نفسك لن ترى الرب. واضح انك هتشوف ايه بقى؟ البديل مرعب جدا جدا جدا. القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. إذن أنت بتتدرب في طريق في آخره إنك تشترك في قداسة الله، تجلس في عرش الله، تملك مع إيه ده؟ أيوة، ده طريق حلو قوي. طب عايزين ناخد فكرة كده، يعني التأديب الإلهي ده شكله إيه؟ طيب نقرأ مع بعض هنا في رسالة قديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس. بيقول له كده في عدد 14 الإصحاح الثالث، إصحاح 3، رسالة تيموثاوس الثانية إصحاح 3 عدد 14. بيقول وأما أنت فاثبتوا على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. خدوا بالكم من التعبير ده، التأديب الذي في البر. في انطباع سيء موجود عند بعض الناس لما يلاقوا أم بتضرب ابنها، انت تعملي أنا بأدبه. فالتأديب إلى حد ما أخذ شكل العقوبة. لا، التأديب معناها أن الإنسان بيكتسب أدب. يمكن التهذيب أقرب للمعنى أن أنا بعلم الإنسان ده إزاي بقى إنسان مهذب، إنسان لطيف، إنسان راقي، إنسان كذا. أيوة، ليه؟ الرقي بتاعه ده يبقى هو كده اتأدب. يعني التأديب مش العقوبة، لا، ده المفهوم الخاطئ والسيء اللي ترسب في الأعماق من تصرفات صعبة لآباء أجسادنا الأرضيين اللي كانوا بيأدبونا حسب استحسانهم. شايفين ان الضرب، شايفين ان المنع، شايفين الحرمان، شايفين كذا وسائل انا بأدبه. لا، ده حسب استحسانه. امال يعني ايه التأديب الذي في البر؟ في الحقيقة كلمة التأديب الذي في البر ده عايزين نقف قدامها شوية. ربنا لما جه شفنا قديس يوحنا المعمدان جه كسابق للمسيح، قال توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. ولما جه يسوع قال إن كنت أنا بإصبع الله أخرج شياطين أو بروح الله أخرج شياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. فيوحنا كان يكرز
اقتراب الملكوت، وجي رب المجد يسوع يعلم قد أقبل عليهم ملكوت السماوات. لدرجة أن وقفوا كتبوا الفريسيين في متى 17 يسألوه متى يأتي ملكوت الله؟ قال لهم ملكوت الله داخلكم. دايرة الملكوت دي قال عليها القديس بولس الرسول تعبير مهم. واحد بيقول لي طب مش احنا بنتكلم في التأديب الذي في البر؟ ما انا باخدك في منطقة الملكوت. يشبه كل كاتب متعلم في ملكوت الله، ويشبه كل مؤمن بيتأدب في ملكوت الله. نحتاج أن ندرك هذه التعليم. نيجي هنا في رسالة روميا في الإصحاح 14. في عدد 16 يقول فلا يفترى على صلاحكم لأن ملكوت الله ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. دي الدايرة اللي هنال فيها التأديب. نعم، دايرة التمتع ببر الله. وتاني أعيد، بر الله يعني رأفة الله، بر الله يعني حنان الله، بر الله يعني إبوة الله، بر الله يعني كرم الله وعطاياه السخية، بر الله يعني مراحم ربنا اللي ملهاش حدود. كلمة البر دي روعة روعة، وليها دراسة من أبدع وأجمل ما يكون. يعني أنا هتربى في البيت ده اللي فيه بر الله؟ نعم. طب وفي إيه كمان في البيت دوت؟ ده بيقول في سلام، تشعر بالسلام. طب والسلام يدي لك إقامة في النعمة. يعني إيه؟ بيقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به قد صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. ده مكان كمان مش أتموسفير بس، حاجة اسمها الإقامة في نعمة الله. حاجة اسمها الإقامة، واحد مقيم في النعمة. إقامة في النعمة كل أيوة. من ملء نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. أيوة، النعمة فيها غفران، النعمة فيها صفح، النعمة فيها طول أناة الله. وشفنا الترنيمة الحلوة اللي كانت بتترنم وهو يظل أمينا دوما إلى الأبد. مرة واحد في خدمة القرية قال لي حتى ولو خنت، قلت له حتى ولو خنت هو يفضل أمين معاك. قال لي ينفع نرنمها كده يا أستاذ؟ ما انساش صوتهم، وأنا سامعكم بيرن في ودني فهو يظل أمينا حتى ولو خنته. وهو رنمها كده ولقيت كمية رجالة معاه باكوا جامد. كانوا عملوا عاملة سودة السبعة دول، وجولي بعدها قالوا احنا خدنا رب، احنا عملنا، احنا سوينا، بس هو يفضل أمين ما يغيرش. قال يقدر أن ينكر نفسه. دي من ضمن بر الله. فالإقامة في النعمة، واحد مقيم في مكان جميل قوي، مريح قوي، مهيأ قوي بكل وسائل الترفيه. ده مقيم في نعمة، مقيم فيها. دخلها ازاي؟ لما تبرر وبقى له سلام مع ربنا، صلي إقامة في النعمة. وبعدين وفرح في الروح القدس. دي النتيجة، أبقى من جوه فرحان قوي، حاسس إن أنا فرحان طاير كده من الفرح، أو زي ما تقول الترنيمة عالي عالي ومليان قوة، طاير زي الناس برفرف، حاسس إن أنا مش في الجسد، أنا طاير من كتر الفرح. إيه ده؟ دي الإقامة في النعمة يا غالي. طب ما فين التأديب؟ ساعة ما تتحرم من الفرح ده. إيه ده التأديب؟ مش هتستحمل انك ما تبقاش فرحان. ايه ده هو ده التأديب اللي في البر؟ هو ده التأديب اللي في البر يا غالي. ساعات ما تلاقيش نفسك زي الترنيمة اللي بتقول إذ لا أرى وجه الحبيب والنور يغدو كالظلام. لما تلاقي نفسك بتصلي ومش شايف وشه، بس أنا صليت وخلاص، بس أنت فقدت الرضا اللي انت كنت بتتمتع بيه، لأن في وجه
ملك حياة، كنت بتتمتع برضا وحياة في هذا الأمر. وأول ما تبقى قلق وتفقد السلام، دي منطقة أنت مش هتستحملها. تشعر بسندة في السلام ملهاش حل. ولو السماء اتطبقت على الأرض زي ما قال البابا كرولوس إني حاصل في قلبي على سلام لا أظن أن هناك شيء على وجه الأرض يستطيع أن يتعتعه. فلك أن تتخيل منطقة الإقامة في النعمة فيها التمتع بكل صلاح الله، فيها التمتع بكل المراحم الإلهية اللي ممكن يحيطك بها، فيها التمتع بفرح ملوش حدود. تخيل لما تطرد من المنطقة دي. يا حسرتي وأنا أقرأ في سفر التكوين عن منظر خروج آدم وحواء من الفردوس، والموضوع ما كانش سهل. لو إن ربنا قال لهم اخرجوا، ده الشيء العادي اللي قدامنا، إنما شفنا مش مكتوب، بس أنا شفت محاولات مستميتة من آدم وحواء عايزين يرجعوا تاني. اضطرت ربنا انه يقيم كروبيم بلهيب سيف متقلب عشان يخشوا تاني. يا نهار ايوه، الرفض، الطرد. اوعى تتخيل في تأديب اقصى من كده. ادم فضل ياكل وفي حواء معاه واتجوزوا وخلفوا بس قلت انت عند التأديب ايه؟ لان مأخر بره الفردوس. احنا دي منطقة تانية غير اللي كانت في مخنا. نعم، واللي ما دقهاش ما يعرفش يعني ايه تأديب. عشان كده ربنا بيعمل ايه؟ اما تيجي ربنا لأول مرة وجاي عايز تقدم توبة من حياة جافة، من حياة ضايعة، من حياة فاقد فيها كل شيء، يروح واخدك وحطك في النعمة دي، وتلاقي نفسك فرحان، وتلاقي نفسك عندك سلام، تلاقي نفسك شعر بحضن الله ليل نهار، ومن كتر فرحتك الدنيا مش ساعاك. انا عايز افضل كده على طول. انا جيد يا رب ان نكون هنا نصنع ثلاث مظال. انا عايز اكون، هي دي الحياه، هي انا مش عايز اسيبها. وبعدين يجي ابليس يشتغلك، ده شغلته. ازاي يطلعك من نعمه زي ما طلع ادم وحواء من نعمه؟ خليك تتعدى في حاجة تافهة، حاجة تافهة، وأول ما تتعدى تلاقي حاجة اتحبطت جوه قلبك، تيجي تفوق مش قادر، تيجي تترفع مش قادر، تيجي تفرح مش قادر، تيجي ايه ده؟ أنا تعبان، أنا مش لاقي راحة في روحي، أنا مش لاقي سلام، أنا تعب. ايه ده تحت التأديب. هو التأديب أيوة، يعني مش هتفصل من الشغل أو أعيا أو كده، لا فيش الكلام ده. الكلام ده عند أهل العالم. البنين ليهم تأديب مختلف، اللي عرفوا قيمة الإقامة في النعمة، اللي عرفوا قيمة الحضن الأبوي، اللي عرفوا قيمة طولة أناة الله ومراحمه، ما بيتأدبوش زي أهل العالم. العيل اللي طول عمره أمه تبتسم في وشه ببشاشة، كانت والدتي كده الله يرحمها، كان في وشها بشاشة ورضا باستمرار. لو جيت في مرة أكلمها لقيتها مكشرة، حس إن الدنيا كلها اتقلبت عليا. هي ما رفعتش ايدها، ضربتني أو هددتني أو عملتني، بس أجري عليها. أنت زعلانة مني؟ ما تردش. أنا ضايقتك؟ ما تردش. اقعد بقى محتار، وانا محتاج ايه؟ محتاج البشاشه. طب ما مش مهم، لا ما اقدر، ده في وجهها في الرضا ده انا بلاقي حياتي كلها. تقول لي مش انت عملت كذا في اختك وده اللي مزعلك؟ طب بسيطه، واجري اصالحها وارضيها واجيبها في ايدي عشان اشوف. انت ما تتربى في النعمه دي تربيه تانية. في عيل اما يعمل عمله سوداء ما يفوقش غير في صوت الشبشب وهو بيطرقع، وديبقوا محتارين يجيبوا له ابو ورده ولا ابو فيونكه، ولا كلاهما نفس التاثير في تاديب هذا المخلوق، فيعيش خايف من الشبشب. مش ده التاديب الالهي خالص. طلعوا من قواميسك ونواميسك، مش شغلك،
مش هتلاقي الشغل ماشي حلو وتلاقي صحتك ماشي حلو وكل حاجة، بس انت مش فرحان، انت خاضع لتأديب. ولما تيجي تبص في سفر الرؤيا على التأديب الإلهي، يجي الواحد ملاك إحدى الكنائس يقول له طب هتعمل ايه؟ هزحزح منارتك. ده أقصى تأديب. أيوة، طب خير لألا يأخذ أحد إكليلك. طب إيه ده؟ فتبتدي نتفهم مفهوم تاني خالص عن التأديب الإلهي. وأكلمكم بالأمانة للي ده ربنا، هذا التأديب لا يحتمل يا أحبائي. ما أقدرش أعيش من غيرك. يا رويني يا يسوع من خيرك. أنا ما أقدرش أستغنى عن حضنك، ولا أقدر أستغنى عن سلامك، ولا أقدر أستغنى عن نظرة الرضا اللي في عينيك وأنا قاعد قدام إنجيلك. ما أنا ما أقدرش. بص يا رب، أنا خلاص. إذا هنا ربنا ابتدى يأدبنا كي نشترك فين؟ في قداسته. أنت ابتديت على مستوى الله، عايز تقيم في هذه النعمة وهذا الملكوت. أنا مش مستعد أنزل انحدار. لا، مش هقدر. ليه؟ ما يجي واحد عايش في بيت، بيخش بالليل يلاقي سرير مساوي كده، ويلاقي كده في ستارة حلوة، ويلاقي رف عليه كتبه، ويلاقي كذا ويلاقي كذا ويلاقي كذا، وفجأة يلاقي نفسه في الشارع عاملين له خيمة قاعد معاها كل أهالي الحتة. ما بيقولش ده لما وخلاص. لا، فين بيتي؟ فين قعدتي؟ فين مكاني؟ أيوة، تجد الخروج من نعمة أصعب من اللي أنا بحكي لها بكتير. أصعب من اللي أنا بحكي ده بكتير. وفي الحقيقة بيبقى ربنا كمان قلبه موجوع عليك وانت خارج من النعمة. اوعى تتخيل ببقى قاعد سعيد ولا هو محروم من السلام ومحروم يستاهل. لا خالص. ده بيقول من أجل ذلك أبكي في مواضع مستترة من أجل الكبرياء. تجد ربنا موجوع وانت بتتحرم من حضنه ومن حنانه ومن طيبته ومن وداعته. حاجة عجيبة جدا جدا وانت بتتحرم. أجرى أنه هو كمان بيتحرم منك. عشان كده قال له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك. بص يا رب، أنا غلطت. فهنا نقطة الرجوع بتكون نقطة الفوقان. عرف المعيار والمقياس الإلهي اللي لازم يكون فيه. أنا عايز أقيم في النعمة. طب عشان أقيم في النعمة لازم أتبرر بالإيمان. هحكي لكم تاني على بر الإيمان عشان خاطر هو لسه قدامه أسبوعين، لكن أنا ما أقدرش أسيبكم كده مش شعلقين. في عندنا نوعين من البر يا أحبائي. عندنا بر الإيمان وبر الأعمال. عندنا إيه؟ بر الإيمان وبر إيه؟ اللي منكم بيسمع في القداس الإلهي يقول لي ينمو بر إيه؟ سهل لنا طريق التقوى. مش سامعا. لينمو بر إيه؟ طب ليه ما يقولش بر الأعمال؟ هو وحش بر الأعمال؟ بر الأعمال لأحبائي بر المكافآت الأبدية. لابد أننا جميعا نقف أمام عرش نعمته لينال كل واحد حسب عمله خيرا كان أم إيه. فليه مكافآته. اوعى تقول لي بر الإيمان ملوش لازمة. طب ليه الكنيسة بتقول لي ينمو بر الإيمان مش بر الأعمال؟ بقى مين يجاوبنا على دي؟ شكرا. طبعا كلكم متواضعين جدا، عارفين الإجابة اللي هي، بس مش عايزين تظهر. بس أنا مش متواضع، هقول لكم أنا. بصوا بقى، عايز أشرح لكم حاجة مهمة خالص. هي بتقول إيه؟ إن بر الإيمان هو اللي بينشئ البر بالأعمال. أنا أما ألاقي نفسي ابن ربنا، وما ألاقي نفسي ليا ميراث وليا السماء وليا كل ده، أبتدي أعمل أعمال تليق بالدعوة اللي أنا دعيت بيها. كلامها حلو جدا،
طيب عايز اشرح لكم حاجة تانية. النهاردة ابليس عشان يحاربك وانت راجل عايش ببر الاعمال، يوم ما تقع في الصلاة، يوم ما تقع في الانجيل، يوم ما تهو منك وصية، يوم ما تكسر الطهارة، يحصل ايه لحياتك؟ تقع. ليه؟ ما انت دي سندتك، انت مسنود على بر الاعمال. لكن ربنا قال يا جماعه بر الاعمال ده ليه ايه بقى؟ احنا قلنا بر الاعمال ليه ايه؟ مش سامعنا. ليه ايه؟ يعني ليه مكافآت ابديه. يعني ايه؟ يقول متى صليتم ابوك الذي يراك في الخفاء يجازيك ايه؟ ليس احد ترك بيت او اب وام من اجل الله وياخذ في السماء ايه؟ يعني دي مكافآت ولا لا؟ مهم ولا مش مهم؟ بس بر الإيمان هو اللي يحميك من إبليس. ليه؟ يقدر إبليس يضربك في بر الأعمال في أي حد، كعولك حتة غضب، حتة شهوة، حتة انتقام، حتة إيه ده؟ تلاقي نفسك بقيت وحش أوي في نظر نفسك، تروح واخد بعضك أنت اللي طالع بره النعمة. إنما بر الإيمان ده بقى ده بر المسيح. بر مين؟ يعني ايه؟ بيقول لك الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. كانت قيامة المسيح كي يعطينا حياته ميراث الأبدية الجديد، وده لا ينزع منا أبدا. اللي مستغطي ببر الأعمال عريان، واللي استغطى بالمسيح يتمتع بالقبول الإلهي. عشان كده الكنيسة تقول لي ينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. فهنا التبرر بالإيمان يعني إيه؟ إن أنا أشعر دائما إن أنا مقبول ولا أحيانا؟ لا مش سامع. دائما إن أنا مقبول ولا أحيانا؟ ليه دائما إن أنا مقبول؟ إن بر المسيح إيه؟ يقدر إبليس يعمل فيه حاجة؟ عشان كده سموه درع البر. درع البر. واللي ما يعرفش درع البر ده يخيب من حياته، انه بيتسند على اعماله. ما بتسندش، الاعمال ليها مكافأة هناك، لكن البر ده ليه حياتنا الحاضرة حماية هنا. يقول لك انا بقى لما اشعر انا مقبول، ليه؟ ان يسوع المسيح غطاني ببره بصراحة، ويسوع طهر كل ذنوبي على عود الصليب، وعلى حساب الدم انا داخل ليا نصيب. يسوع طهر كل ذنوب. ايه ده الترنيمه دي في السبعينات يا ما قلناها وغنيناها على حساب الدم. ما عندكم دي فين فادي؟ مش عندك دي، مش عندهم. هو دول عندهم الخير كله. يا داخل لي نصيب. يسوع طهر كل ذنوب. انا داخل ليه؟ ان يسوع قطع لي التذكره هناك. ده اسمه بر الايمان. يخليك تقيم فين بقى؟ شوف بقى في امريكا كل واحد نفسه ياخد الاقامه عشان يتمتع بالسوشيال مش عارف ايه، ويتمتع بعمل ايه، ويتمتع بفرص دراسه ايه، وسكولر ايه، الكلام ده كله. مفيش اقامه، كارثه. وادي جالهم الفقري اللي اسمه ايه ده اللي يترشح جديد ده، هيشيله من اللي ملوش اقامه هيمشي. اوعى يكون حد هنا ملوش اقامه في النعمه. حد هنا ملوش اقامه في النعمه؟ اللي ملوش اقامه النهارده لازم ياخد اقامه بنعمه المسيح. بيقول استبررنا. خدوا بالكم، هاتوا الحته دي كده في رساله روميا نقراها سوا. معلش هنعمل ايه؟ ما نقدرش نخش النعمه من غيرها. طلع كده روميا 4 في عدد 22، وهو بيحكي على أبونا إبراهيم في عدد 20. تعال نقرأ في عدد 20. يلا نقرأ كلنا بصوت يطلع في التسجيل. ولا بعدم إيمان إيه؟ ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا إيه؟ تقوى بإيه؟ الراجل عنده 100 سنة ومراته عندها 76 سنة، ما فيش أي فرصة للإنجاب. يعتمد على الجسد ولا على الإيمان؟ فهو تقوى بالإيمان، ولما تقوى بالإيمان أعطى مجد المين؟ لله. استقوى وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله، لذلك أيضا حسب له إيه؟
بر ابونا ابراهيم ده ملوش حل، يسموه ابو الايمان، ونحن بالايمان اولاد ابراهيم. طيب، ولكن لم يكتب من اجله وحده انه حسب له. امال مين تاني معاه؟ قولوها انتوا بقى عشان اسمعكم فيها. بل ايه؟ بل ايه؟ لا بالراحه. بل ايه؟ بل من اجلنا نحن الذين سيحسب لنا. يحسب لنا ايه؟ بر الايمان. هيتحسب لنا البر المحسوب. الذين نؤمن، قولوا معايا، بمن اقام يسوع ربنا من الاموات، الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل ايه؟ كم واحد هنا مؤمن بالله الذي اقام يسوع من الاموات؟ كل دول عندهم بر الايمان وما يعرفوش. كل دول عندهم بر الايمان وما يعرفوش. هو كل واحد يؤمن بقيامة يسوع المسيح من الأموات ينال بر الإيمان. عشان كده إبليس يحاول يقول لك لا 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 لا، وما صلبوه وما قتلوه لكن شبه ليه. لا ما ماتش، ما قامش. دي حقيقة مرعبة لإبليس، لكن أنا أؤمن أن يسوع المسيح قام من الأموات. تقفش دلوقتي تقول له يا رب أنا عندي بر الإيمان، ما ما خدتش إقامة في النعمة ليه؟ هتلاقي ملاك همس في ودنك وقال لك قانون ما يحميش المغفلين. أيوة، أنت عندك بر الإيمان وما دخلتش، ده أنت ليك حق. إذ قد تبررنا بالإيمان. اقرأ اللي وراها بقى، صح 5. في إذ قد، عايزكم تقولوها زي الأسود كده معايا. فإذ قد تبررنا. الإيمان بإيه؟ قولوا لي الإيمان بإيه؟ الإيمان بإيه؟ بمن أقام مين؟ كل اللي قدامي دول فعايزهم يقولوا كده زي الأسود سمع السماء. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ليه؟ الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. فالدخول إلى النعمة مبني على بر الإيمان. عشان كده لحظة ما المسيح اتصلب انشق حجاب الهيكل وأعلن الروح أن طريق الأقداس اتفتح خلاص. أنا عايزك النهاردة اوعى تمشي من هنا من غير ما تصلي حلو، تقول يا رب بقى أنا ليا الإقامة في النعمة وعايش مهزوز من كل خطية أعملها. ده أنا زعلان من روحي اللي شتمت، وزعلان من روحي اللي كذبت، وزعلان من روحي كذا. ليه حق أزعل من روحي، بس أنت دايما قابلني، أنت دايما تمتعني بسلامك، أخش في حنيتك وفي أحضانك وأقول لك أسرع لي يا مخلص فتح الأحضان الأبوية. أنا أفنيت عمري في اللذات والشهوات. اسمع يا رب، أنا عايز النهاردة، أنا عايز دماغ جديدة يا رب. ناس هنا في الاجتماع كان يقولوا لي الكلمة دي، أنا هنا بيتعمل لي دماغ جديدة. ممكن النهاردة تعمل دماغ جديدة؟ ممكن النهاردة تعمل دماغ جديدة فيها بر الإيمان يخليك تقيم في النعمة. قل له يا رب أنا عايز أقيم في نعمتك من النهاردة، نعمة تخليني مطمئن ليك، نعمة فيها أنت تمارس وسائل التأديب الذي في البر. احنا قلنا التأديب اللي في البر عامل ازاي؟ قانون العقوبات، مش كده؟ خالص لا يأخذ أحد إذا جرب إني أجرب إيه؟ قبل الله، لأن الله غير مجرب إيه؟ لكن الإقامة في النعمة تجد نفسك أول ما تترك عنك بر الإيمان والثقة بمراحم الله إنك بتطلع برا هذه الإقامة، تتشرط برا، تتشمس برا، ما فيش راحة. أو شقولة ماهر يقول لك إيه؟ لا راحة في نومة ولا في لقمة، الكل ظلام وأنا في العتمة بشعر بالوحدة، وأنا في لمة وفي وحدتي مشحون بالظلم. أدي الخروج من نعمة. ارجع تاني يقول له أنا لساني اشتاق كلمة إيه؟ يداويني حنانك بإيه؟ بطيابة. يا أنا لساني يشتاق كلمة آبا، ومشتاق يداويني حنانك بطيابة. الكلمات دي يا رب، ده الجمال ده، الدواء ده، البلسم ده يا رب يسوع المسيح. تهت ومتوحش بيتك ولساني مشتاق. ده أنا من لحظة لما عصيتك
فخد بالك الإقامة في النعمة دي أكبر مدرسة ليك، إنك أنت عايز إنك مقيم في النعمة على طول. فكل ما تلاقي وصية عايز تعمل فيها إيه؟ عايز أفرح بالوصية، ولو مش قادر أعملها أركع قدامه أقول له بص أنا مثبت في النعمة، بس الوصية دي اللي مش قادر عليها ممكن تساعدني يا رب فيها، مقبولة منك أعلم المسيح. اوعى تكسر الوصية. يقول لك من يفعل الخطية يفعل التعدي، وربنا يرحمنا شر التعدي. ده خروج زي السهم من النعمة التعدي ده. خطية بقى لها دواء في دم المسيح، أما التعدي ربنا يرحمنا. عايز أوضح لكم من الأمر في إيدينا، أنا طولت عليكم ولا حاجة؟ اوعوا تتخيلوا النهاردة يوم مهم قد إيه للي اختبر وللي ما اختبرش. للي اختبر الإقامة في النعمة إن يكون حريص على التمتع فيها. تقول له يا رب يعني أنا دلوقتي لما ما كانش عندي سلام ما كنت بتتأدب، ولما صرفت وجهك عني وصدقا كنت بتتأدب، ولما اتحرمت من الفرح كنت بتتأدب. يا بص يا رب تأديبات دي شديدة قوي. لا يا رب أنا حافظ على الفرح. وعلى فكرة الآباء علمونا أن القداسة والفرح وجهين لعملة واحدة. القداسة فيها فرح، والفرح هو تعبير عن القداسة. القداسة والفرح. فمع كل خطية مكسورة وصية مكسورة خطية مستورة. صدقوني يا أحبائي حتى لو لها غفران أنا محتاج. شوف داود يقول له إيه بقى؟ يقول له رد لي بهجة خلاص، نفسي ترجع لي البهجة دي تاني. بعد ما خلص اعتراف ونال غفران قال له اللي طلب ايه؟ ممكن ترجع لي بهجة خلاصي وبروح رئاسي عضدني. ففي الإقامة في النعمة حرص الإنسان أنه ما يخسرش هذه المكان ولا هذه المكانة. دخلها بالتبرير بالإيمان ويثبت فيها بحفظ الوصية. هذه هي مدرسة التأديب الإلهي. كم واحد النهاردة على قلبه كده يرجع يقيم في النعمة؟ كم واحد النهاردة لسانه اشتاق لكلمة آبا؟ كم واحد النهاردة شاعر بمرارة فقدان النعمة اللي أقام فيها يوما ما؟ والمصيبة السوداء في الناس اللي نسألهم أقول له أنا ما عدتش فرحان زي زمان. يقول لك زمان يعني إيه؟ أيام ما عرفت ربنا ما كلنا كنا كده. طب وبعدين خلاص دي كان وقت كده فرح عشان يجذبك وخلاص. طب أقول للأخ المرشد ده أقول له إيه؟ أقول له إيه أنا الأخ ده يعني؟ أقول له إيه؟ أقول له إيه ده؟ وده المنتشر. لا حبيبي كتاب قال لا تكون إلا فرحا. الإقامة مع ربنا فيها فرح، الإقامة مع ربنا فيها سلام، الإقامة مع ربنا فيها تعزيات. بس واحد يقول طب ينفع النهارده حالا ادخلوا أبواب الاعتراف. له بص يا رب أنا غلطت يا رب. أيوة مش لسه بنروح لأب اعترافي اعترف قدام ربنا دلوقتي وأب اعترافك كل خطوة، بس النهارده في وقت قبول واليوم يوم خلاص. قل له بص يا رب أنا أعترف أمامك يا رب أنا غلطت، أنا كسرت المحبة، أنا دست على الغفران، أنا ما عنديش كذا، أنا ما عملتش. أقف قدامه. بس يا رب اليوم أنا مش جاي ستر ببري، لا. شوف صلاة نص الليل يقول لك إيه؟ وبأعمالي إيه؟ حد حافظ؟ ليس لي خلاص بأعمالي، ليس. ما تسترش. ده أنا عايز أتستر النهاردة في توب برك، عايز أتستر في قداستك، في مجد جلالك. أنا هقف أتدرى فيك، تدخلنيش في النعمة. أقول لك هات تعالى، وتخرج من قلب الكلمة ده فرحان وطاير، تقول كده وجدت فدية، عوجت المستقيم ولم أجازى، تخرج تهلل. بس خليك حريص على النعمة. اجعل الإنجيل ده وسيلة
كل وصية تثبتك في النعمة ويبقى لك فيها إقامة دايمة. ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، وهؤلاء أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. أما هذا أي الله فلكي نشترك في قداسته، نشترك في قداسته، وكل تأديب لا يرى في وقته أنه للفرح، ولكن أخيرا يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. مش عارف حد فهم حاجة النهاردة؟ كم واحد يقول له يا رب احنا مش عايزين نبقى نقول يا رب لا 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 لا، ما تاخدناش بعبالنا، ممكن تغسلنا، ممكن تطهرنا، ممكن يا رب تاخدنا كده مدرسة النعمة دي نقيم فيها هنقعد على وصاياك يا رب. لما بص يا رب انا في حاجات في حياتي اروح اصلحها، الخصومة دي، العين اللي خربت من قلب المناظر الوحشة دي، الفكر اللي بقى مليان بص يا رب انا اسمع، انا يقول لك كده مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. النهارده يوم جديد وفرصة جديدة لحياة نقيم فيها جوه الحضن الأبوي الإلهي، ونقول له يا رب يسوع المسيح أنت يا رب أحن واحد ممكن يقدمنا في ملكوتك وفي وادي نعمتك حسب إرادتك أنت لنشترك في قداستك. وللموضوع بقية، والمجد لله دائما أبدا. أمين.